مرتضى منصور طلع تاني على قناة نادي الزمالك، ورغم خروج الراجل الطيب رجب بحة ونفيه انه ليه اي علاقة بالسحر وبهزيمة الزمالك من الاهلي 4-1، الا ان مرتضى منصور طلع تاني بالليل على قناة الزمالك للمرة التانية وقال ان هو كلامه صادق، وان رجب بحة سبب خسارة الزمالك من الاهلي 4-1، وقال في دليل على كده. طب ايه الدليل يا مرتضى؟ قال لك الدليل ان سيد عبد الحفيظ ما طلعش نكر الكلام ده. هو يا مرتضى سيد عبد الحفيظ فاضلك؟ هو يا مرتضى سيد عبد الحفيظ فاضل الكلام بتاعك؟ هو يا مرتضى سيد عبد الحفيظ فاضي لبص للعصفوره ان انت تشغل الناس بحاجه تانية، الساحر وما الساحر والسحر والكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، وتسيب الزمالك وبلبة الزمالك وكارثه الزمالك السنه دي اللي انت السبب الرئيسي فيها، اللعيبه الفاشله اللي جبتها، البطولات اللي ضاعت بحالها، الفريق اللي مش قادر يقف على رجليه، اللعيبه اللي انت قلت عنهم بتوع نسوان وبيشربوا مخدرات. هو سيد عبد الحفيظ فضيلك؟ سيد عبد الحفيظ لو طلع هيقول لك كلمه واحده، هيشيل حرف الب من بحه ويحط لك مكانها الف ويقولها لك في وشك. سيد عبد الحفيظ مشغول دلوقتي يا مرتضى بكاس عالم للانديه جاي بيرتب له. سيد عبد الحفيظ مشغول دلوقتي يا مرتضى بسوبر افريقي بيرتب له. سيد عبد الحفيظ مشغول دلوقتي يا مرتضى بيرتب ازاي نحافظوا على الدوري والكاس وبطوله السوبر وبطوله افريقيا اللي خدناها السنه اللي فاتت يا مرتضى. سيد عبد الحفيظ مشغول يا مرتضى دلوقتي بالصفقات السوبر اللي بيجيبها النادي الاهلي، سواء امام عاشور او المهاجم البرازيلي الكبير الخطير او لعيبه تانية ممكن تيجي خلال الايام القادمه. هو سيد عبد الحفيظ فضيلك عشان يطلع ينكر ان انت بتقول في ساحر وفي بحه وفي ودان؟ الكلام ده خليه ليك وقناه نادي الزمالك. قناه نادي الزمالك اللي منذ الهزيمه من الاهلي 4-1 وهي ملهاش اي شغلانه غير تلميح سياده المستشار مرتضى منصور. ده ملوش دعوه، ده فله شمعه منوره يا جماعه. ده مش هو ده الخطيب وسيد عبد الحفيظ والسحر والبطيخ والشمام هم سبب خساره الزمالك، هم سبب ضياع الزمالك السنه دي. شوفوا عنوان قناه الزمالك بعد ماتش الاهلي والزمالك 4-1، شوفوا عقليات الناس ديت، شوفوا كاتبين ايه يا جماعه، شوفوا شايفين كاتبين ايه يا جماعه. كاتبين ان الزمالك فايز في الشوط الثاني، فريق مغلوب 4-1 وممسوح بالارض ومتبهدل، وكانوا ممكن يبقوا 7-8. وقناه الزمالك بدل ما تطلع تحلل فن طالعه كاتبه ايه؟ شوفوا المقدمين في نادي الزمالك بيتكلموا في ايه من بعد الماتش لغايه النهارده. ما بيتكلموش عن جمال الا عن جمال مرتضى منصور وحلاوه مرتضى منصور وعيال مرتضى منصور، ما لهمش دعوه بالزمالك خالص. عملتوا ايه يا زملكاويه؟ في ايه اللي جاي هتعملوا فيه ايه؟ بنقول لكم فاضل اسبوعين على البطوله العربيه، وضعكم ايه؟ لا 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 لا، سيبها على الله، خلينا بس في مرتضى وعظمه مرتضى. هو سيد عبد الحفيظ عاد فاضي يتكلم مع حد؟ ده سيد عبد الحفيظ مش فاضي يهرش يا مرتضى من كتر البطولات والانجازات، وبعدين في الاخر بتقول والاسطوره. هو انت يا مرتضى انت عايز تشبه نفسك بالخطيب؟ ده الخطيب يا مرتضى باللي حصل السنه دي اكد انه اعظم نادي في تاريخ كره القدم في افريقيا والوطن العربي وفي مصر اداريا على مر التاريخ منذ انشاء كره القدم ودخول كره القدم افريقيا والدول العربيه. الخطيب الفرق بينك وبينه يا مرتضى اصبح مش سنوات عاديه، ده انت الفرق بينك انت وبين الخطيب حاليا سنوات ضوئيه. عارف يعني ايه سنوات ضوئيه؟ ده انت ما تنحطش في مقارنه مع الخطيب نهائي نهائي خالص. الخطيب فين وانت فين؟ ده يعني الف ب كوره ان انت ما تنحطش في مقارنه مع الخطيب الاسطوره، الخطيب اللي هيلعب ان شاء الله السنه الجايه تامن نهائي دوري ابطال افريقيا على التوالي، وهو المرشح الاكبر انه ياخده. هيبقى تامن سنه بيلعب باذن الله نهائي دوري ابطال افريقيا. الخطيب اللي خد منك كل حاجه السنه دي، الخطيب اللي علم عليك في جميع الالعاب السنه دي. خليك بقى كده اقعد ايه، قول لجماهير الزمالك بصوا العصفوره، هم جماهير بيروحوا على طول هيروحوا معاك، هيسيبوا بلاوي وكوارث النادي ويبداوا يتكلموا في رجب بحه والسحر والكلام ده. خليكوا كده على طول. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.